نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبدأ. أول حاجة همسك المقص بتاعي وهقطع الكبدة بتاعتي شرايح حلوة كده متماسكة. هوريها لكم دلوقتي، هقطعها وهرجع لكم تاني. أنا خلصت تقطيع الكبدة بتاعتي. دلوقتي بقى هاجي لمرحلة نظافة الكبدة. نظافة الكبدة ما بتتنضفش غير بمعلقتين كبار من الخل وعلى مصفى. الكبدة ما بتتغسلش يا بنات، الكبدة ما بتتغسلش خالص، لان كل ما بتغسليها بتزفر معاكي. انا حطيت لها كده معلقتين من الخل، هقلبها وهسيبها كده 10 دقايق، ويلا بينا نشوف هنشوح الكبدة الحلوة بتاعتنا دي ازاي. عندي كده طاسة على نار عالية، هنزل بقطعة من السمن البلدي، وهنزل كمان بقطعتين من اللي الضاني اهو، وشوية من الزيت علشان السمنة بتاعتي ما تتحرقش اهو. بس كده هستنى بقى لغاية ما السمنة بتاعتي تسيح والحتة اللي بتاعتي دي تبدأ تتشوح حلو اهو. شوحت اللي بتاعتي في السمنة. دلوقتي بقى هنزل بالكبدة بتاعتي، برضو النار بتاعتي لسه عالية، وهسيبها كده لغاية ما تغير اللون بتاعها. خطوة مهمة اوي يا بنات، اوعى تضيفي اي توابل لغاية ما لون الكبدة بتاعتك يغير، علشان ما تبقاش طعم الكبدة بتاعك معاكي زفرة. انا مش هضيف اي توابل خالص دلوقتي، هستنى لما اقلبها على الوش التاني وتحمر من ناحيتين، وبعد كده اضيف التوابل بتاعتي. اول ما تبدأ تاخد اللون هقلبها بقى على الوش التاني اهو. ريحة اللي الضاني مخلية الكبدة بتاعتي تجيب لأكل الشارع، ريحتها تحفة تحفة جدا اهو. هقلبها بقى واسيبها برضو دقيقتين على الوش التاني. اول ما خدت اللون الحلو كده على الوشين، دلوقتي هنزل في التوابل بتاعتي، عبارة عن معلقة كبيرة من بهارات الكبدة، دي بتجيبها من عند العطار، بهارات كبدة. وعندي معلقة صغيرة من الفلفل الاسود، ومعلقة كبيرة من الكزبرة، ومعلقة كبيرة من الكمون. دي البهارات لكيلو من الكبدة. هقلب بقى اهو. المكون بقى اللي قلتلكوا هيخلي الكبدة بتاعتي في حتة تانية خالص، هو الصوص اللي انا عملته للفتة، اللي هو عبارة عن توم، طشة توم وطشيتها بالخل، وبعد كده شوية من الشوربة، اخدت منها 3 معالق كبار، بتخلي الكبدة بتاعتي حلوة قوي. ده الصوص اللي احنا عملناه في الفتة. بس بقى ريحة الكبدة اول ما تنزلي بالصوص ده وشمي بقى ريحة الكبدة وزيني. فين اللايك الحلو بتاعكم؟ عايزة اللايك الحلو والاشتراك في القناة اهو. هوطي بقى النار وهسيبها كده دقيقتين لغاية ما تاخد غلوة مع الصوص اللي انا حطيتها لها. دلوقتي بقى هضيف شوية من الفلفل الالوان عشان ارفع القيمة الغذائية، عشان اديها اللون الحلو في وسط الكبدة اهو اهو. واخر حاجة بقى هضيفها هي الملح، هسيبها كده تاخد غلوة. وده الشكل النهائي لطبق الكبدة بتاعنا. الريحة بتاعتها حلوة قوي، بصوا اللون بتاعها والريحة بتاعتها، اقسم بالله قلب الشقة عندي. وقدمت معاها شوية من الصوص اللي انا عملته مع الفتة، ممكن بقى تعملي بيها شوية سندوتشات. الطعم بتاعها حلو حلو قوي يا بنات.
احلى كبدة هتاكليها في حياتك. جربي طريقة الكبدة دي ومش هتندمي. يلا بقى، عايزة اللايك الحلو والاشتراك في القناة وفعلوا زر الجرس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.